أوافق الرأي. المنتخب لم يتعرض للمؤامرة، المؤامرة الوحيدة التي تعرض لها المنتخب كانت داخلية. هل يعقل أن المنتخب منذ 2019 بنفس العناصر حتى بعد فشلنا في كان 2021 وكذلك تصفية كأس المنتخب العالم؟ صار كتاب مفتوح بالضبط، الكل يعرف طريقة لعب بالماضي، وكذلك نفس الأسماء التي تتكرر. حتى اللاعبين الغير جاهزين بالماضي كل مرة يريد استدعاء يفرضهم على التشكيلة على حساب لاعبين كان المفروض أكثر جاهزية. لما نتحدث عن خط الدفاع، الكل يعلم أن نقطة قوة المنتخب في 2019 كانت خط الدفاع بالعمري وكذلك عيسى مندي، لكن بعدها انهار المنتخب على مستوى الدفاع. حتى خط الوسط بالنسبه لي بعد قدوم زروقي كل شيء تغير. لو ان لا انتقد زروقي، لكن اتحدث عن منظومه وسط الدفاع اصبحت منهاره بشكل كبير. هل يعقل في مباراه في كاس افريقيا لاعب مثل بوداوي لم يشارك في قبلها في مباريات وديه ولم يكن موجودا حتى اسمه بعد كاس العالم، بعد خيبه الامل في كاس العالم، أن يكون متواجدا أساسيا في مباراة مهمة مثل موريتانيا؟ هل يعقل ذلك؟ هل يعقل أنه بالماضي لا يملك حلول إلا فقط عندما يضغط عليه الشارع الرياضي؟ رقم 10 في المنتخب الجزائري، لا رقم 10، لا رقم 6، لا رقم 4، لا رقم 5، حيث فقط لدينا حارس مرمى ولدينا أسماء موجودة، أسماء كبيرة موجودة، لكن بالماضي لا يريد إشراكهم أو يعطيهم فرصة، فقط يعتمد على، لا أقول حرس القديم، لكن على اللاعبين القدامى. المؤامرة الوحيدة الموجودة في المنتخب، هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية هو جبل الماضي، لا يتحملها التحكيم، لأنه إحنا المفروض لدينا أسماء ممكن أن نلعب على كأس العالم ونصل إلى الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي. لا نتحدث عن التحكيم خلاص انتهى. لو أنت سجلت الكل فرص، لو صنعت فرص كثيرة وسجلت 3 أو 4 أهداف، عندما يقوم الحكم بحرمانك بهدف واحد، معناها أنك كسبان في المباراة. أنت لم يكن لديك حلول. نعم وحيد، يعني أنت لديك هذا الرأي. إسماعيل لديه